خالتك ام عباس السيمي، هاي اولا. هاي وحده. ثاني هاي ام حيدر ماتي، ام حيدر اللي ذبح شيلتها بالبرلمان، هاي واحد. اثنين، ذول الرجال والنساء كلهم واقفين. راح ادخل الان انا بالمحكمة متبني قضية سبايكر بالعراق، بخلي اكمل. بالعراق متبنيها ومتبنيها بالمحكمة الجنائية الدولية، قسما برب العزة وحق هذا اليوم. إذا ما نعرف القتل المجرمين منو، أنا مو ابن أبوي. قائمة الموجودة هؤلاء متهمون، يتهمهم ذو ضحايا سبايكر، يتهمونهم. وانا الان راح ادخلها للمحكمه واقول ذوي الضحايا جايين يشتكون على ذولا اللي هم القاده العسكريين والمسؤولين بالدوله والوزراء ورئيس الوزراء، انه جايين يشتكون عليهم. يعني اللي يعني بمعنى ثاني اللي يكلفوني به راح اوصله بامانه وراح اتبناه وللموت. الاتصالات والاحاديث التي تتم بين ذوي الشهداء والضحايا والمعتقلين، الجواب يقولون نعم هنالك احياء حتى هذه اللحظه، لان لديهم ادله وقالوا هذا الكلام اكثر من مره. ثم بالاعلام ظهر قبل كم يوم انه 400 من كانوا من ضحايا سبايكر انه احياء وينقلون من مكان الى اخر. هذا حديث ذوي الضحايا، ونحن ايضا نتبنى هذا الكلام.